هاي يا بنات، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني طبعا، بس ده مش لايف. هو في موقف صغير كده عايزه احكيه لكم حصل. بس قبل ما فعلا تكسلي او تكسل او انمي، يعني اللي بيتفرج عليا، ان تطلع بعد ما تستفيد بالمعلومه، صدقني انت اللي هتتحاسب. لان الموضوع ده خطر، والموضوع غلط، وما ينفعش ان احنا نستهون بيه قوي. من فترة كده كان في فيديو احنا عاملينه هنا، يعني كنت مصورة لايف. كنت بتكلم من حوالي 3-4 شهور. كنت بتكلم على ايه يا ربي، على حاجات الاطفال. كان ادويه الاطفال، وكان الحاجات اللي هي بتاعه الجسم اللي بتتخن الطفل، او اللي عنده مناعه، او الشعر whatever يعني، وللكبار وبتاع. والحلقه كانت طويله قوي في اللايف، بس هو خير كلام ما قل ودل، لان ده مش لايف ولا اسئله ولا لايف ميك اب ولا لايف جسم ولا لايف شعر. هو بس كلمتين. حصل موقف معايا النهارده بجد ضايقني، لان انا كنت محذراكم من المواضيع دي. بس احنا الوطن العربي بالذات، اذا كان السعوديه، امارات، مصر، الوطن العربي كله اغلبيته بياخد المعلومه وبيستهون بيها لحد ما تحصل المصيبه، نبقى نعمل تكير. هو التكير بقى اللي انا بعد كده اخد بالي؟ لا، وده زي ما بقولها ده دورنا احنا. فبليز ما تستهونوش بالكلام. كنت عامله لايف، كنت متكلمه قبل كده على المخاطر والحاجات اللي بتحصل. طيب، جالي تليفوني النهارده، واحده صاحبتي قريبه مني كلمتني في التليفون، كانت بتعيط جدا ومنهاره. في ايه ابني ماله؟ ابنك ابنها عيان جدا في المستشفى محجوز. ها بعد مهادرات بقى وعياط وكده، وهي ممكن تكون سامعاني. المهم طبعا المناعه بتاعته صفر خالص 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 خالص. وبالتالي لما المناعه في الجسم في الطفل بتبقى زيرو، حتى عندنا احنا يا كبار بتبقى فيه الكانسر سهل قوي يجي علينا، لان هي بتبقى اصلا مناعه، يعني مفيش مناعه في الجسم وبتاع. ربنا يبعد عننا الامراض، والولد طبعا كانسر، ربنا يشفيه. بجد انا اعصابي تعبانه من ساعه ما سمعت الموضوع ده، انا بخاف. المهم كانت بتتكلم في المستشفى وكده. المهم عرفنا بقى، وانا قلت لها وهي اكيد سامعاني: انتي ما سمعتيش كلامي واستهونتي لما جيت في مره بتكلم في حلقه وبتكلم بقول ابوس ايديكوا مشوا الصابون الديتول من بيتكم، مشوا الديتول من بيتكم، اللايف بوينت مشوه من بيتكم. اي صابون او شاور جل اللي بيبقى فيه انتي بكتيريا، كلمه انتي بكتيريا دي مصيبه، مشوه من بيتكم. هنقول الوايبس الديتول مشوه من بيتكم. بلاش وايبس ديتول، بلاش جل ديتول، بلاش اللي هو الجل اللي بنمسح بيه ايدينا للاطفال. اقسم بالله انا كنت وبقولها اكتر ست بجيب منتجات ديتول عندي خزين ولا خزين تموين البيت. اقسم بالله انا بقالي 5 شهور من ساعه ما عرفت القصه دي، انا ما رضيتش اشحتهم حتى لحد، انا رميتهم في الزباله. منعت تماما ولادي يغسلوا ايديهم بديتول، منعت انا اغسل ايدي بديتول، منعت شاور جل الديتول واللايف بوينت والحاجات اللي مكتوب عليها انت. احنا كوطن عربي مستهان بينا جدا. اي حاجه من بره يلا خش، اي امراض يلا خش. تعالوا دلوقتي شوفوا في امريكا والدول بقى الصح، الناس اللي بتخاف على شعوبها، مش احنا كبلاد. اقول ايه بس، حسبي الله ونعم الوكيل. كانوا مدين تحذير للشركات دي مهله شهر، لو ما وقفتوش من المنتج ده كلمه الماده بتاعت انتي بكتيريا دي، اللي هي الماده دي لو ما اتشالتش من المنتجات بتاعتكم الشركه هتتقفل. وسحبوا كل العينات اللي هي نازله، اللي هي كانت بتنزل لنا دي، اللي هي بتنزل لنا لحد دلوقتي دي، فاهمين قصدي؟ اتسحبت تماما. لكن احنا طبعا ماما نجوى وبابا نجوى وبقلص باشا
داخل لنا عاملين اعلانات ودعايه ان احنا دلوقتي اللايف ديتول، اغسل ايدك بديتول، احمي طفلك بديتول. احنا على فكره الديتول مجرد ما تغسلي ايد ابنك بيه اقسم بالله المناعه بتخف تخف تخف اتاري انا اتاذيت. انا ابني الكبير تعبان جدا على فكره، وبعاني وبعالجه لحد النهارده من المناعه. مناعته ضعفت لان انا كنت فاكره نفسي ست نظيفه. من ساعه ما ابني اتولد ادي واغسل بالديتول، واي حاجه تحصل امسك ابني وايده بالديتول، واللي هو عندي وسواس لو لمس حاجه هات ايدك ديتول. اتاريني كل ده كنت بدمره. انتوا فاهمين قصدي؟ امنعوا، اغسلي ايدك بصابون بقى جونسون. الصابون العادي اهون بكتير من انك تستخدمي صابونة الديتول او صابون لايف بوينت او وايبس ديتول او جل ديتول او شاور جل ديتول. اي حاجة تتحط على الجسم والايد والبق فيها ديتول اعرفي انك بتدمري نفسك. بس احنا خلاص الواحد مش فارق معاه نفسه، بتدمري اختك، بتدمري